انا راجل من مجزر المنيب وبشوف حاجه قدام عيني، ورحت مذبح البساتين ورحت مذبح المصري قبل ما يتهد اللي مكانه مستشفى 57 دلوقتي حاليا. احنا قادرين نخلي كيلو اللحمه هنا في بلدنا يوصل ل 30 جنيه واقل من 30 جنيه. في هنا عندنا كام مشكله دلوقتي. انت عندك العجل البتلو اللي هو ابن الجاموسه. البتلو ده بيتذبح اقل حاجه كل اسبوع هنا في مذبح المنيب ومذبح البساتين، مذبح مثلا اي مذابح موجوده على الجمهوريه تما. انت بتذبح لك كل اسبوع يعني معدل حوالي 3 4 مليون عجل بتلو. العجل معدله بس 40 يوم، عجل لسه ما اكلش حاجه بيرضع لبن بس. العجل ده بيديك لحم بعد ما بيتذبح بيديلك حوالي 35 كيلو 40 كيلو بعظمه. العجل ده لو احنا حسبناها على السنه بنذبح لنا 10 مليون عجل. 10 مليون عجل بيطلع لنا ال 10 مليون دول عجل بنذبحهم بعد 40 يوم من ولادتهم. العجل بيجي 40 35 50 كيلو بعظمه. تمام. بص يقول تعالى شوف هل ده بياكلوه الغلابه؟ اللحم ده الغلابه ما بتاكلوش. النهارده كيلو البتلو بيتباع ب 80 جنيه و 90 جنيه و 100 جنيه بعظمه. مجرد سنه 10 مليون عجل. العجل اللي بيتذبح 30 كيلو و35 كيلو بعظمه بعد سنه هيديك 200 كيلو لحم صافي مشفي من غير عظم. طب ما احنا نمنعه. والقرار دوت من ايام جمال عبد الناصر اتاخد ونزل. جه بعديه انور السادات برضه وخد القرار ده، وبعد كده اتمنع ومحمد حسني واتمنع، واخرها الرئيس السيسي برضه القرار ده قال لك خلاص بوزاره الجمهوريه ومش عارف ايه والحكايه والروايه وهيتمنع البتلو. رجع قال لك لا العجل اللي يعدي 60 كيلو يخش. الكلام ده مفيش. الكلام ده هنا في مذبح المنيب او اي مذبح في الدنيا. برضه العزب اللي هو البقر ده بيبقى اسمه عزب، بنسميه عزب عشان ده بيبقى بكر لسه. دي ثوره حيوانيه. الثوره الحيوانيه هنا في مصر انت بتقتلها. انت لما يبقى العزبه لسه رضيعه ولسه ما جابتش ولا والده وتذبحها، يعني ده اصلا القانون بيحاسب عليه. انت عندك هنا الانثى اللي هو المفروض النتايه المفروض ما بتتذبحش في اي مجزر الا لما ما يبقاش ليها ولاده تاني خلاص، هنا وفي اي دوله على المستوى العالم. لكن احنا هنا بنيجي اول ما العزبه بسم الله ما شاء الله وتبتدي تتربى لحم ولسه هنبتدي نعشرها اول حاجه بيروحوا جايبين رقبتها ذابحينها. والله اقسم بالله العزب بيخش عينك قدام الدكاتره، بيخش مجزر المنيب بيتذبح. وفي المواسم مصر اصلا في بدايتها دوله ما كانش عندها العجل البقري، راح جابوا محمد علي من دول تانية. احنا نعتبر من الدول الافريقيه. الدول الافريقيه عندها جاموسي بس، البقري ده احنا جايبينه من بره. تيجي عند الحيوان تيجي بتروح قاطع الايه الجدر بتاعه. طب ليه؟ طب ما نسيبه انا بدل ما اغلي. طب ما انت كده قاصد انت تغلي اللحم، انت كده قاصد ان انت تغلي اللحم. لما تجيب العجل البتلو تذبح لي العزبه وهي لسه ما ولدتش ولا والده تذبحها لي، يبقى انت كده قاصد تغلي. لا، المفروض يبقى في وقفه.